زي ما انت بتقول في بريف، المفروض يكون في بريف يعني. انا دايما ببقى مع حته ان هو لو انت شغال في شركه وما فيهاش بريف، ما فيهاش تفاصيل واضحه، اخلق انت البريف. انا بتعامل مع ناس فيها بروسيس كبيره وعميل وفي اكونت مانجر وفي كل حاجه، بس ما عنديش بريف. طب يا جماعه انا عشان اعرف اشتغل، ايه رايك تقول لي مثلا الهدف بتاع التصميم ايه؟ طب الجايد لاين فين؟ طب انا عايز اعمل ايه بالظبط؟ عايز اديني ديتيلز، فانا اقول للناس ارسم لي البريف اللي انت عايزه. يعني ارسمه لي كلاما، يعني وريني انت عايز تطلع بايه. غير لما خلاص هو قال لي انه محتاج 1 2 3 كده بس برساله واتساب، ده ما بقاش بريف بالنسبه لي. وانا اشتغلت وبعد ما سلمت طلع ان مش هو ده اللي عايزه العميل، ضيعت وقتي ووقت العميل، وفي الاخر عمال اعيد نفس الشغل اللي انا اصلا مش فاهمه. خش ميتنج معاه وطلع بريف اسهل. انت اديله فيرست درافت سريع، يعني ما تقعدش تحرق وقت، اعمله فيرست درافت سريع وشوف رد فعله ايه. حلو، بس انا خاف من الحركه دي الصراحه. احس مع عملاء ما ينفعش. لا ممكن يضرب معاه الفيرست درافت ده يطلع حاجه وحشه بعيد عن الموضوع تماما، بيفتكر ان هو الفاينل. بس سريع، بس انت تدخله بسرعه. مش كل العملاء بيحتاجوا السرعه، بيحتاج الحاجه الصح اللي فهمه من اول مره. ما انت ما اديتنيش بريف، ما هو عايزك انت اديتني رساله. ممكن اديله ريفرنس مثلا للفكره، اديله شويه افكار، مجموعه افكار، واقول له دي مود بورد، ايه رايك فيها؟ فيبدا ان هو يتخيل معايا، وبعد كده اعمل له البريف مظبوط بناء على هو اختاره. ممكن اقول لك انت ايه ده، انت ما عملتش الشغل ليه؟ انت ليه بعت لي ريفرنس؟